ازيكم؟ شاومي النهارده خلصت المؤتمر بتاعها وعلنت فيه عن المي 11 والتحديث الجديد او الابديت الجديد بتاع الواجهه الجديده المي اي 12.5 او 12 ونص. وطبعا الموبايل اللي اعلنت عنه ده هو الموبايل الفلاج شيب بتاعها اللي هو جايب امكانيات فعلا رهيبه جدا وحطت على كل المنافسين، وبداوا كلامهم على الواجهه الجديده وكميه التطويرات والتصليحات اللي حصلت فيها. تحسهم خدوا كده شويه حاجات من الاي او اس زي الدرج بتاع التطبيقات المفتوحه في الخلفيه دلوقتي بقى شكلها احسن، والسوبر وول بيبر اهتموا بيها بشكل كبير جدا واتكلموا عن اهتماماتهم واضافاتهم واستخداماتهم الممتازه جدا في الهابتيك انجن او الموتور اللي هو بيعمل لك هابتيك كده او رده فعل لما انت بتضغط على اي حاجه في الموبايل. واتكلموا عن مميزات كتير في الواجهه دي، ولو عايز تعرف كل المميزات بتاعه الواجهه انا كنت عامل عنها فيديو، هسيب لك اللينك بتاعه في الاي اللي فوق دي، لازم تشوفه لان جاي فيها مميزات فعلا رهيبه. وبعد كده بقى كملوا كلامهم عن المي 11 وحش الاندرويد الجديد صاحب اقوى واحسن معالج واول معالج حصريا كده، معالج سناب دراجون 888. وبداوا كلامهم بالتصميم وقد ايه هو نحيف وفي نفس الوقت جاي ببطاريه 4600 ملي امبير. وبعد كده دخل على نظام السماعات وشراكتهم مع شركه هارمن المشهوره جدا في عالم الصوتيات، عشان يديك هنا سماعه تحت وسماعه فوق جايين في الاطار او الفريم بتاع الموبايل عشان يدوك صوت ستيريو قوي جدا. شركة هارمن معروفة بقوتها جدا في عالم الصوتيات. وبعد كده اتكلموا عن الوان الموبايل زي اللون البيربل اللي جاي بظهر من الجلد، واللون الجولد هنا جاي بظهر كده تحسه اورنج شوية او جولد خفيف كده، بصراحة لون جامد جدا، واسود بقى وغيرهم موبايل الوان. وبعد كده كملوا كلامهم بالشاشة الممتازة جدا اللي فعلا شاومي اتطورت فيها بشكل رهيب. الشاشة هنا جايب حجم ضخم جدا 6.81 بوصة، يعني داخل على 7 بوصة، والنوع ده واحد من احسن التكنولوجيات اللي بتستخدم في صناعة الشاشات. وكمان فوق كل ده الشاشة هنا جاية دقتها 2K بكثافة بكسلات 515 بكسل. بوم، بالاضافه هنا ل 120 هرتز، والجديد اللي اول مره نشوفه هنا ان التاتش سامبلنج هنا 480. متخيل؟ يعني احنا كنا بنسمع 240 حاجات زي كده، 480 دي حاجه خرافيه جدا، تقريبا الضعف. حتى التصميم بتاعها جاي ايدج كده وبدون حواف اطلاقا، بالاضافه لدعمها اتش دي ار 10 بلس ودي سي اي بي 3. انا حاسس ان انا بتكلم عن شاشه سمارت او شاشه كده 4K من سامسونج او اي حاجه، مش بتكلم عن شاشه موبايل. ومش بس كده، الشاشه دي سطوعها 1500 نتس وبيوصل ل 1771 نتس، وعليها هنا طبقه حمايه. سيبك بقى من جوريلا جلاس 5 و6 والكلام ده، جه عليه هنا جوريلا جلاس فيكتس. واخيرا اتكلموا عن الاداء المرعب. الموبايل هنا جايبه معالج سناب دراجون 888 زي ما قلت لك قبل كده، حاليا هو اقوى واحدث معالج حرفيا. الموبايل اللي بيحقق 745 الف نقطه على منصه اختبار الاداء انتوتو بنش مارك. عندك هنا سي بي يو كورتكس اكس 1 اللي بيحقق 1135 نقطه كسنجل كور و3818 نقطة كمالتي كور. لا وكمان نوع الرامات هنا مش ال بي دي دي ار 5 بس كده وحاجة عادية وخلاص، الكلام ده عند كل الشركات. اما شاومي هنا حاطة تردد 6400 ميجا هرتز. ايه في ايه مش عارف يعني، انا حاسس ان انا بتكلم عن تجميع بي سي او حاجة يعني، مش فاهم. وطبعا اتكلموا عن سرعه الواي فاي 6 الجديد، ودخل بقى على سرعه الشحن ال 55 واط وال 50 واط وايرلس وال 10 واط شحن عكسي، وان الموبايل ده بيشحن من 0 ل 100% في 45 دقيقه بالظبط، ومن 0 ل 100% في 53 دقيقه شحن وايرلس. وطبعا فاضل الجزء الغريب، الجزء بتاع الكاميرا اللي جايب شكل غريب جدا وتصميم جديد. الكاميرا الاساسيه هنا 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وبيقولوا ان السنسور هنا ضعف السنسور اللي موجود في ال 12 برو ماكس. وعندك كاميرا 5 ميجا بكسل ماكرو، والثالثه طبعا جايه 13 ميجا بكسل الترا وايد. وطبعا زي ما شفت كل الاخبار ان كل الناس دلوقتي بتترول على شاومي هي كمان، ان ابل بقى شالت الشاحن من العلبه، وبعدها كل الشركات شالت الشاحن من العلبه، واولهم شاومي اهوت، وهيجي بعدها سامسونج هتشيل برضو الشاحن من العلبه. وفعلا الكلام ده حقيقي، هم شالوا الشاحن وبرروا النقطه دي بانهم يوفروا من سعر الموبايل. وقال لك برضو ان الناس اللي ما عندهاش شاحن او الناس اللي هتعمل حجز مسبق على الموبايل هياخدوا مع الموبايل شاحن هديه. وقت ما انا بصور الفيديو ده في ناس فعلا جابت الموبايل وعملت له انبوكسنج وخدت كده شويه عينات بالكاميرا بتاعته، وواضح جدا ان الموبايل فعلا جاي من غير شاحن في العلبه، جاي معاه بس الجراب والكيبل والحاجات دي. وهسيب لك شويه عينات كده عن تجربه الكاميرات بتاعه الموبايل. واخيرا بقى سعر الموبايل اللي جايب اول نسخه ال 8 رام 128 جيجا بسعر حوالي $600، يعني حوالي 10000 جنيه مصري. سعر فعلا مش محتاج اتكلم عنه، سعر رهيب. انت بتتكلم هنا عن موبايل فلاج شيب كل المميزات دي وكل الامكانيات دي في رينج 10000 جنيه او $600، حاجه بصراحه يعني خرافه من شاومي. وفي اخر المؤتمر كده اعلنوا عن نسخه كده سبيشال اديشن او نسخه مخصصه كده، هي نفس المواصفات بس جايه بتصميم مختلف شويه. وبس دي كده كل حاجه عن فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوف فيديو جاي ان شاء الله. سلام.